لأول مرة في التاريخ شاعر قطري يحضر العراق ولبرنامج عراقي. أنا أمانة ما حد شجعني. أنت شاعر المرأة، أنا أحسك. يعني العراق يحتاج لكثير من الشعراء اللي يحاربون الطائفية. قلب المرأة خانك؟ كنت ما تعرف ايش شعوري يوم دخلت شارع المتنبي ودخلت ابو نواس ووقفنا على تمثال الرصافي. نعم. وتمثال المتنبي على طلة دجلة. المباراة الأخيرة ما بيننا وما بينكم. نعم. هذا الموضوع لازم نتحدث فيه. المرأة سبحان الله فيها قوة التحمل، فيها قوة الصبر. طيب ما فكرت تدخل منافسة شعرية مثل أمير الشعراء عندكم؟ الأغنية العراقية اجتاحت بيوتنا. لك أغنية تحبها عراقية؟ مشكلة الأغاني العراقية ما تعطي فرصة لنجاحها. أنا واحد نعم مغرم بأرض العراق وافخر بحبه ولا ناقش أحد.